اللي وقفت جنبك، انت خدتها وهي سليمه وكويسه، وارد جدا انها تمرض، فمش معناه ان انا اتخلى منها. انا مصدومه فيك بجد. في حياتنا يعني نماذج برضو لانواع من الرجال اللي هي بتبقى سند فعلا للزوجه. انا بصراحه ما اقدرش افتي في الموضوع ده. يعني انا شفت لسه طبعا على يعني في احدى البرامج الشهيره ان الزوج وزوجه نكمل الحكايه دي بس بعد ما ناخد المكالمه. تعالى لي حنان، في كارثه. ايه رايك في يعني موضوع الحلقه النهارده يا شريهان؟ لو الزوجه مرضت يكون موقف الزوج ايه في الحاله دي؟ يعني رايك ايه؟ ابعد عني عشان ما تخش علي. بس يا دكتوره انا كنت عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. انا كنت متجوزه، انا دلوقتي متطلقه بقالي سنتين. لا حول الله يا رب. وبس بعد الطلاق يعني انا ما عرفتش اعيش معاه، كان طبعه شين خالص فيه، يعني كان ما عرفتش اعيش معاه خالص. تمام. انا يا اما الاقي اللي يشخلعني ويدلعني، يا اما قعده الخزانه ولا جوازه النداء. بس بعد الطلاق في تفكير على طول في طليقي، ليش ما اعرفش ازاي يعني. انت بتفكري فيه؟ ده اللي انا كنت قلقان منه وخايف. بفكر فيه بدون اسباب. بلاقيه على طول كده في مخي، مش عارفه ليه يعني. انا اشعرت بس اكيد في عشره بينكم، واكيد في ايام كتيره يعني. النصيب بيصيب. انا عشت معاه سنه ونص. سنه ونص بس، يبقى اكيد كان في حب. انا حاولت اخليكي تحبيني لكن للاسف دماغك جزمه. سنه ونص يعني انا خدته ما اعرفوش خالص، جواز كان تقليدي كده طب ليه خالص. اتسرعتي في موضوع الطلاق يا شريهان؟ بعد سنه ونص كان ممكن تصبري شويه يعني. كنت شقي وخاربها، قلت اتحمى فيك. والله يا دكتوره انا بصراحه وصلت لمرحله للضرب، ضربني كم مرة يعني. ضرب فيا. يعني طيب خلاص، يعني انت وصلتي لاقصى مرحله كده شريهان، يعني مرحله الضرب يعني. وعارفه كمان انك مش طايق تبص في وشي. اعمل فيا كل اللي انت عاوزه، موتني، خد حقك تالت ومتلت. انت عايزه ايه تاني اكتر من كده يعني؟ طبعا ما كانش ينفع انك تستمري اكيد، فطبعا انت مع مرور الوقت اكيد هتنسي على فكره يعني. يا بنت اهدي وصلي على النبي، هتقعدي تاكلي في نفسك. كان مستخبي لنا فين ده كله؟ الا لو هو مثلا في اولاد. طيب لا يا دكتوره مفيش. نوسي ايه وزفت ايه؟ انت خليت فيها نوسي. خد ابلع الحبايه دي. بس دي 7 حبة ياخدها النهارده، انا خايف لا يكون خطر. معنا استاذ كرم من هنا. الو استاذ كرم، ايه رايك في موضوع الحلقه بما انك بقى يعني رجل كده يا استاذ كرم؟ زي الزفت. يعني ايه رايك في الزوج اللي لو مراته مرضت يتجوز عليها او يسيبها ما يصرفش عليها؟ رايك ايه؟ ده كلام. والله يا فندم ده يعني انا رايي انه الراجل، بمعنى الراجل لازم يكون قائم على الزواج، اساسا يكون قائم على الحب والعشره يعني. ده واحد ولا نعرفه ولا يعرفنا. يعني حضرتك مشجع ان هو يصبر عليها ويساندها ويقف جنبها ان شاء الله، لعل وعسى ربنا طبعا يشفيها يا استاذ كرم، صح؟ لا ده عندها الزوجه دي يعتبر بعد ربنا يعتبر يعملها كانه اخته وامه. هو احنا نطول؟ دي ناس عاليه قوي، نروح فيها فين؟ يعني حته من نفسه، لان خلاص يعني هو قائم عليها وعلى مصاريفها وعلى حياتها الشخصيه. روح هات الفلوس عشان ارميهم تحت رجلين الالمضيه. يو